بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جات لكم بقى فيديو حلو، فيديو جديد، يا رب يعجبكم. هعمل بقى غدا او فطار او عشاء، احسبوها زي ما تحسبوها بصراحه. بصراحه بقى ما كنتش نفسي اطبخ، فقلت اعمل بقى الاكل ده على السريع كده عشان نتغدى بيه. كل يوم حر على الاكل طبعا. و طبعا الدنيا برد، وكان عندي بقى ابن محمد كان تعبان، فبصراحه ما كنتش بعرف اعمل اكل كتير، يعني ما كنتش بعرف اعمل حاجه منه. فدي كانت حاجه على السريع اللي انا اعملها. ف نخش بقى نشوف احنا نعمل ايه في اليوم الحلو بتاعنا ده. و هعمل بقى صينية بطاطس و... وكوسة وجزر زي ما انتم شايفين كده. هعملها كده صينية في الفرن حلوة. هنقشر بقى البطاطس زي ما انتم شايفين. ساعات بنحس يعني ايه، عايزين اكل سريع، يعني مش عايزين نقف في المطبخ كتير. طبعا السقعة بقى والمية بقى بتبقى متلجة زي ما انتم شايفين، او زي ما انتوا في المطبخ كده وبتحسوا باللي انا حاساه في السقعة. فبتبقوا عايزين نخلص اللي ورانا على السريع. فطبعا دي صينية منكزة ف بصراحة بعملها اما يكون مستعجلة، او اما اكون محتارة اعمل اكل، او اما اكون مش عايزة اعمل اكل بصراحة بعملها. هي طعمها حلو وفيها الخضار كله، يعني كلها مفيدة طبعا، مغذية. فقلت اعملها. ولادي بيحبوها اصلا كمان. فلمّيت الحاجات اللي في التلاجة بقى زي ما انتم شايفين. كان عندي كام كوسة، كان عندي كام قرن فلفل، كان عندي جزرتين، وعندي كام بطاطساية. ما كنتش طبعًا اتسوقت الأسبوع بتاع الغدا ده، ما كنتش رُحت السوق، كان محمد تعبان طبعًا، ما كنتش باعرف أخرج ولا أنزل منه. طبعًا جبت البتاعة الحلوة بتاعة البطاطس بتاعتي دي. هابشر بقى كل حاجة، هابشرها يا جماعة، ما عدا طبعًا الفلفل أقطعه حتت صغيرة أو مكعبات صغيرة مثلًا. وهابشر كل حاجة بقى لحد البصلة هابشرها برضه. فكنت باقول لكم حطوا اللايك حطوا اللايك كده وارفعوا لي الفيديو كده على المنتدى عندكم عشان الكل يشوف القناة. القناة دي شكلها مش هتشاف أصلا، مش عارفة ليه كده. الواحد يعني عنده إحباط جامد. كده زي ما انتم شايفين يا جماعة. البتاعة دي يعني المبشرة دي جميلة جدا، منقذة في ساعتها على طول، يعني دقايق كده، وبكون يعني كمية كبيرة بتعملها على طول يعني. كمان قطعت طماطم مكعبات صغيرة، وعايزة تبشريها ابشريها. وكمان معايا كزبرة خضراء، وطبعا حطيت فلفل وبصل. هقلب المكونات دي بقى كلها. ومعايا طبعا كوباية حليب. معايا بيضتين، عايزة تزودي تقللي براحتك حسب الكمية اللي انت عاملاها. الصينية دي جميلة جدا. انا مسميها صراحة صينية السعادة، صينية المنقذة كده، يعني انا مسميها كده. ما اكون محتارة في حاجة بعملها على طول يعني. طبعا هضيف شوية لبن كده زي ما انتم شايفين. وكمان هحط معلقتين دقيق، واحط البيكنج باودر عشان ينفشها كده ويخلي فيها شوية طراوة حلوين كده. حط كمان فلفل اسود، وهحط بقى ملح وكمون. عايزة تضيفي بهارات تانية براحتك، بس هي كده بس، ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة لو امكن. عايز تحطي شطة حطي، ما حطيتش طبعا عشان طبعا عارفين حبايبي وردينا لسه صغيرين على الشطة، وعشان لو محمد كل منها، مع ان محمد اصلا كان ممنوع من الاكل. وضفت كمان معلقة من البيكنج باودر. ده بقسماط يا جماعة، اللي انا حطيته بقسماط. عايزة تحطيه ماشي، مش عايزة براحتك، استكفي بالدقيق. يعني المعلقتين البقسماط اللي حطيتهم دول اختياري. عايزة احط معلقتين دقيق بس، احط معلقتين دقيق. مش عايزة الدقيق وعايزة البقسماط، حط البقسماط، بس الدقيق بيمسكها اكتر يعني. هقلب بقى المكونات دي كلها. كده بقى حطيتها في الصينية. انا حطيت كمان عليها معلقتين زيت. وهحطها بقى في الفرن على نار متوسطة جدا، يعني ولا هادية أوي ولا عالية أوي، على نار متوسطة عشان تستوي براحتها.
طبعا هحمر بقى بطاطس. روداني كانت عايزة بطاطس، حمرت لها على قدها بصراحة. كانت عايزة بطاطس اللي هي الشيبسي دي، عملت لها أو الصوابع يعني، هي بتحبها أوي يعني، فأنا عملت لها. وكمان هعمل بتنجان. كنت بقول لكم معايا بقى بتنجان مقشرة كده ومقطع مكعبات عشان أحمره برضو. كده بقى كمان هحط بقى البتنجان. طب والله الأكلة دي بتأكل عن لو في لحمة أو الكلام ده يا جماعة. يعني ولادي مثلا يكون عاملة فراخ عاملة لحمة، يعني هما بياكلوا مثلا اللي قدامهم المناب بتاعهم مثلا، وبقوموا برضه شكله بقى رز ولا الكلام ده. إنما ما شاء الله في الأكل ده بياكلوا. بحس لما بيشبعوا كمان عن أي حاجة تانية. هي اللحمة مفيدة ومغذية والفراخ، بس الأكل الشعبي ده بغذي. شايفين يا جماعة؟ ده كنت باخد مقطع علشان الانستا وعلشان الفيسبوك. والله ما نزلت حاجه لسه خالص، مش عارفه بقالي كام يوم ما بنزلش حاجه، مش عارفه في ايه. ماليش نفسي اشتغل خالص يعني. المهم عملت طبعا طبق فول كمان، وعملت طعميه. لازم الاكله دي فيها طعميه يا جماعه، لازم الطعميه بصراحه، انا مدمنه الطعميه. دي طبعا الصينيه اللي عملتها، بس هي المفروض كانت تبرد. انا قطعتها وهي سخنه، وما جاتش خرط معايا علشان طبعا ولادي بقى كانوا جم من الدروس عايزين ياكلوا. وده طبعا طحينة. الطحينة دي عاملاها بزبادي، هبقى اعملها لكم مرة تانية ان شاء الله. احط بقى على الفول كده زي ما انتم شايفين. بصوا يا جماعة الحلاوة، طبق الفول كده بالطحينة، واو يا جماعة. اسفة على صوتي لو صوتي فيه حاجة. عايزاكم بس تدعوا لمحمد ابني ان ربنا يشفيه. عشان هو تعبان يعني بصراحة. ادعوا له ان ربنا يشفيه، ويشفي كل المسلمين اجمعين يا رب. حط كمان شوية بقى طحينة على البتنجان. عايزة يا جماعة شفت الرغيف العيش اللي هو منفوخ ده، مش عارفة اسمه سموه و... وتاكلي بقى. دي المش يا جماعة اللي أنا بعمله. دي المش بتاعي أصلا، اللي أنا عاملاه بعد ما اتجوزت بسنة كده. إيه... ما شاء الله يعني المش ده طعمه جميل جدا وريحته جميلة جدا. تعالوا بقى اتفضلوا معايا. اتفضلوا كلوا معانا. ايه رأيكم؟ لازم ادوق، انتوا عارفين يعني لازم ادوق يا جماعة. اتمنى بقى طبعا هاكل بتنجان كمان. الطعمية دي لذيذة جدا، طعمها حلو. طبعا جايباها من تحت من عند سيلفي، تعرف ان هم طبعا فاتحين مطعم وكده. انا جايبة الطعمية وانا عاملاها عندي يعني، جايبة عجينة وانا عاملاها عندي. وكانت لسه معمولة جاهزة يعني، كانوا لسه بفرموا كمان. ايه رأيكم يا جماعة؟ اتمنى بقى الاكل بتاعي يعجبكم، او القناة اصلا تعجبكم. انا حاسة ليه مش بتعجبكم خالص. يلا شجعنا باللايك، ويا ريت بقى تشيروا الفيديو. ومع السلامة يا حبايبي.